هي إسرائيل بتخطط لاحتلال جزء من أرض مصر، وهنا يجي السؤال الأهم والأخطر. يعني إيه يزور رئيس الأركان المصري خط التماس أو خط النار زي ما بيسموه في العمليات العسكرية على الحدود المشتعلة ما بين مصر وإسرائيل؟ بيدقوا طبول الحرب، تصريحات وتهديدات ورد من هنا وتصريح من هنا، والمنطقة مولعة. ايه حكاية محور فيلادلفيا او محور صلاح الدين اللي نتنياهو متمسك بيه وبيقول انه مش هيسيبه لاخر نفس؟ ورد مصر كان ايه على نتنياهو؟ وهل الحديث عن محور فيلادلفيا بيهدد اتفاقية السلام ما بين مصر واسرائيل؟ باختصار يا صديقي، الباب اتفتح دلوقتي ومحدش عارف هيتقفل ولا هيفضل مفتوح. اسئلة كتير بتدور، مين بيهدد مين، ومين بيصرح تصريحات سلبية، ومين بيخوف، ومين متعلق بقشاية عشان كده بيعمل نوش. والسؤال الأخطر والأهم حاليا، احنا رايحين على فين؟ عشان نعرف الحدوتة مع بعض فنجان البن التمام، ويلا نعرف الحدوتة سوا. ايه حدوتة محور فيلادلفيا او محور صلاح الدين؟ وايه كينونة وهوية التصريحات اللي بيصرح بيها نتنياهو؟ وقبل ما نبدأ حلقتنا معاكم، يا ريت تجنب كل التحليلات والتفسيرات والانفعالات، لأن معانا هتعرف الحدوتة من أصل الحدوتة. تصريحات نتنياهو أول لما طلعت كان عليها رد من مصر. الخارجية المصرية رفضت رفض تام وجود دولة الاحتلال أو الكيان الصهيوني في محور فيلادلفيا، وبالبلدي كان مفاد الرد المصري فوق، لأن نتنياهو طلع وقال إنه مش هينسحب من محور فيلادلفيا، وكان السبب اللي بيستند عليه أصل حماس بتهرب منه أسلحة. بجد؟ طبعا مش احنا اللي بنقول، العالم كله بيقول. اصل الحدوته يا صديقي ان نتنياهو غرقان لشوشته في ملف الاسرى، وفي غضب شعبي عليه في اسرائيل، فبيحاول يغلوش على قد ما يقدر داخل اسرائيل بالكلام عن محور فيلادلفيا او محور صلاح الدين، اللي في نفس الوقت بيحاول يستفز مصر عشان يعطل جهود الوساطه لوقف اطلاق النار في غزه. والايجابي اللي حصل بعد رد الخارجيه المصريه على تصريحات نتنياهو، جه بعده على طول رد الخارجيه القطريه بتأيد موقف مصر، ورفضت لعبه نتنياهو رفض تام، وانه بيحاول يشاور على مصر او بيستفزها عشان يغلوش على قضيه الاسرى. على طول جت الاردن ودعمت موقف مصر، وراها السعوديه دعمت موقف مصر تماما، ثم الكويت بنفس الموقف، وسلطنه عمان. عمار يا عرب، لان احنا في وقت الحسم بنقف جنب بعض وبندعم بعض وبنأيد بعض. ويمكن لأول مرة من فترة كبيرة جدا يحصل تأييد عربي لموقف مصر في المنطقة قصاد قضية خطيرة بتمس حدود وأمن مصر القومي. رد مصر والدول اللي دعمتها في ردها بيعتبر إشارة لإدانة نتنياهو إن هو اللي بيعرقل جهود السلام أو تعطيل وقف إطلاق النار. سامع سؤال بيدور في مخك وانت بتتابع الحلقة، هي مصر ساكتة ليه؟ وليه الاستفزاز الإسرائيلي عمال بيزيد؟ شوف يا صديقي، قلتها لك قبل كده كتير، إن الدول الكبيرة وتحديدا دولة زي مصر في المنطقة بيعتبروا فوق مستوى الاستفزاز، وقراراتها بتكون وفقا لرؤيتها للي بيحصل على أرض الواقع، وبتحدده في الوقت اللي هي شايفاه صح. ومع ذلك مصر ردت رد حاسم وجريء وصريح وواقعي، رفض وجود الكيان الصهيوني في محور فيلادلفيا. ولما تقرا بين السطور هتلاقي زيارة رئيس أركان الجيش المصري الأسبوع اللي فات للمنطقة الفاصلة ما بين غزة وبين شبه جزيرة سيناء هو رد على أرض الواقع للتصريحات الخاصة بالحكومة الإسرائيلية. نيجي بقى لنقطة تانية مهمة، وهو إيه محور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين اللي بتدور حواليه الحدوتة كلها. شوف يا صديقي، محور صلاح الدين أو فيلادلفيا هو جزء من منطقة عازلة بموجب اتفاقية كامب ديفيد ما بين مصر وإسرائيل. عرضه لا يتجاوز مئات الأمتار، طوله تقريبا 14 كيلو ونص من البحر المتوسط لحد معبر كرم أبو سالم في الأراضي الفلسطينية بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة. سنة 2005 في اتفاقية تمت بين مصر وإسرائيل اسمها اتفاقية محور فيلادلفيا. ايه بقى الاتفاق ده وهل ليه علاقة بكامب ديفيد؟ شوف يا صديقي، تم إلحاق الاتفاق ده بمعاهدة السلام ما بين مصر وإسرائيل، واللي تمت في سنة 79، ملوش أي علاقة باتفاقية كامب ديفيد اللي توقعت سنة 78. الاتفاق ده كان عبارة عن إخلاء إسرائيلي من محور فيلادلفيا، وبند من البنود إن مصر ليها الحق في نشر قوات من حرس الحدود لتأمين المحور. ولما انسحبت إسرائيل من قطاع غزة سنة 2005 ما كانش فيه أي كلام بيدور على محور فيلادلفيا من إسرائيل خالص. الوضع كان ان مصر مسيطرة ومأمنة الجانب الخاص بيها من محور فيلادلفيا، وبنمارس سيادتنا على ارضنا وده حقنا. لكن لما جت سنة 2007 وحركة حماس سيطرت على غزة، بقى الجانب الفلسطيني من محور فيلادلفيا تحت سيطرة حماس، لكن اسرائيل محاصرة او محاوطة قطاع غزة كله.
ولما جينا ل 7 أكتوبر 2023 طوفان الأقصى، إسرائيل بدأت تطوق قطاع غزة من كل الاتجاهات. كان الجزء الباقي الوحيد اللي إسرائيل مش محاوطة بيه غزة هو محور فيلادلفيا، وكان من الضروري لإسرائيل وقتها إنها تتواجد في محور فيلادلفيا لعزل غزة تماما. وكانت فرصة طبعا لإسرائيل إن هي كمان تعمل شوية قلق ونوش وبروباجندا قدام العالم. وطبعا ما كانش فيه أسهل من محور فيلادلفيا التواجد فيه ان هي يبقى في استفزاز لمصر من جهة اسرائيل. اصل الحدوتة ان نتنياهو هيخضع لإرادة مصر ومش هيقدر يكمل في اللعبة اللي بدأها، خصوصا مع الأوضاع الداخلية في إسرائيل والرأي الشعبي اللي منقلب على نتنياهو اليومين دول. فهو كمان مش في حمل زعلة مصر منه. أصل الحدوتة وهقول لك النهاية، إسرائيل من كتر الفشل والخسائر في قطاع غزة بتلغوش وبتضرب طلقات في شنك في الهواء، لكن على أرض الواقع الوضع كما هو. مصر بتفرض سيادتها وبتحترم المواثيق الدولية وبتعمل بيها، وبتمارس سيادتها على أرضها بكامل حقوقها زي أي دولة كبيرة، وبتقف وقفة الكبير وبتقول لإسرائيل في وشها لا. ومصر ردت على طلقات إسرائيل الفشنك اللي في الهوا بدانة مدفع على حدودنا مع غزة، بزيارة رئيس الأركان الجيش المصري والوجبة اللي أكلها مع الضباط والجنود بدون غطاء، وبترسم خط أحمر على حدودنا الشرقية. وخطوط مصر الحمراء مش محتاج أقول لك عليها، واسأل جولدا مائير سنة 73. أشوفكم على خير.